الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان موضوع حلقتنا النهارده عن ازاي افرق بين الديك والبالونه من عمر يوم لحد ما يكبر، او من لو هم صغيرين ازاي افرق. طبعا انا هشرح على الكبار دول، ولكن انا هقول لكم ازاي تفرقوا من عمر يوم بين الديك والبالونه. دول بسم الله ما شاء الله 11 رومي، 11 ديك رومي، او 11 مش ديك، 11 رومية. كانوا طبعا خارجة عندي، اللي متابعني من اول قناة عارف الفيديو بتاع اللي كانوا بيخرفشوا فيه، جبت لهم مضاد حيوي. اللي حابب، اللي كان صدرهم بيخنفر وعندهم تصمة، اللي حابب يروح الفيديو هسيبه له في صندوق الوصف باذن الله. ازاي هفرق بين الديك والفرخة الرومي؟ اول حاجة قبل ما نخش الفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم منا كل جديد. هجيب رومية اشرح عليها وان شاء الله نرجع مع بعض تاني. يا جماعة جبت الديك معايا اهو، ده ديك مش بالونة. اول حاجة اعرف ان هو ديك، شايفين بسم الله ما شاء الله، عايزين يكسر، يعني قرب يكسر باذن الله. يعني معنى كده ان الرومي بتاعنا ان شاء الله يطلع كويس. ده ديك. اول حاجه اعرفها من ان هو ديك، البتاع اللي فوق دماغه دي، هقرب لك الصوره. البتاعه دي بتبقى كبيره شويه، تحس ان هي بتتشد معايا، بتنط حته كبيره اهي، ماشي. بيبقى عنده كردان. ايه الكردان ده؟ بيبقى كردان كبير. البالونه بيبقى فيها، بس مش بيبقى زي الديك زي كده، اللي هي الحته اللي بتبقى محمره تحت دي، ماشي. طبعا هو وشه بيض عشان انا ماسكه، فمش ماسك، فخايف يعني. وبيبقى عنده في الكردان ده خرز، بيبقى عنده خرز، ماشي. تالت حاجة مع ان نعرف ان هو ديك من وهو كبير، لسه ما قلناش الصغير، بيبقى فينا شوكة، بس مش عارف اوريها لكم لان انا بصور لوحدي. اهي يا جماعة بتبقى هنا في الحتة دي، ادور اهي، شفتها؟ بيبقى هنا في الديك الشوكة دي. لا طبعا هو الديك ده عمره 3 شهور، وبسم الله ما شاء الله وزنه كويس، ولكن الشوكة لسه بتكبر وتظهر ان بتبقى شوكة سمراء. بتبقى ايه بعد كام شهر؟ بعد 4 شهور. ده كده الديك وهو كبير معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله الديك بسم الله ما شاء الله. ده وهو صغير بقى من عمر يوم. ازاي اعرف ان هو ديك؟ ازاي اعرف ان هو ديك؟ اول حاجه هي حاجه واحده اللي بتميزهولي، لا كبره ولا حجمه. بيبقى جناحه ما فيهوش ريش طويل. اول ما الحاجه بتطلع من البيضه، لو الديك بتبقى الريشه في جناحه لسه ما طلعتش، انما البالونه بتبقى الديك الريشه بتاعتها طويله شويه، من سنتي كده او 2 سنتي. الديك بيبقى مش باينه خالص. طبعا يا جماعه احنا كده عرفنا مميزات الديك. انا هجيب بالونه ونعرف مميزاتها باذن الله. ورجعنا لكم تاني معانا البالونه او الفرخه الرومي. طبعا اول حاجه، شايفين حتى الديوك باين بتكسر اهي، شايلين ريشها. اول حاجه الروميه بالراحه بس هتتكسري. طبعا يا جماعه بالراحه عليه جدا، لان هو عصبي وممكن يكسر جناحاته. طبعا طالع 11 طالع فيهم 5 ديوك و6 بلالين او 6 فراخ. اول حاجه في الروميه، البتاعه بتاعتها دي ما بتبقاش كبيره، ما تتمطش معايا او تكبر معايا اما امسكها، ماشي. راسها رفيع. نسيت اقول، في الديك بتبقى راسه تخينه شويه، غليظه شويه كده، قد البيضه، حلوه كده راس. انما طبعا راس الرومي محدش بياكلها، يعني لا. الراس الروميه رفيع شوي وطويله، كده شويه، يعني بطول الديك بس ارفع من الديك. عندك هنا مفيش كردان. هجيبها وارجع لكم تاني.
انا هصور بقى وهي كده واقفه على ايدي، ما عندهاش حاجه ما عندهاش الكردان اللي قلنا عليه ولا الخرز، وما بيبقاش عندها الشوكه. ماشي. وهي صغيره بتبقى الريشه اللي في جناحها باينه طالعه كده لبره، بتبقى حوالي 2 سنتي. دي تبقى متعرفه من اول ما تطلع من البيضه ان دي بالونه. انما اللي الريشه اللي في الجناح مش باينه، اللي هي بتبقى الريشه الكبيره دي، اللي هي بتبقى الريشه الكبيره اللي ورا دي، الريش اللي في جناحه لو كبيره في الروميه بتبقى دي بتبقى بالونه. لو دي بتبقاش باينه خالص او بتبقى باينه حاجات بسيطه. طبعا هجيبها تاني معاكم ونشوف انهي الروميه اللي هترقد واللي مش هترقد. ماشي. طبعا جبنا روميه غير الاولانيه خالص، لان احنا الاولانيه اسف، الاولانيه تاهت منا، مش عارفه اجيبها يعني، تاهت في الرومي. اول حاجه الرومي اللي هيرقد معايا بتبقى شعره يعني دي قليل انرقدت. الروميه اللي كنا ماسكينها الاول كانت ان شاء الله كانت انبضت هترقد. اللي لما يبيض معايا بيبقى وشه مزرق من هنا، مش زرقان ان هو لا قدر الله مرض، لا بتبقى هي جلدها كده ازرق، وبتاكل وتشرب عادي، ما تخافوش من الزراير. بيبقى كل راسها دي مليانه شعر زي اللي كانت معايا الاولانيه اللي هي هناك دي. طبعا دي احنا هنسيبها، اللي هي الروميه اللي جنب اللي هي دي ان شاء الله هتبقى كويسه وتبيض وترقد باذن الله. وبس كده النهارده ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلك منا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.